البنت بتتجوز علشان تلاقي السكن والمودة والرحمة اللي سمعت عنها، ولو ما لقيتش ده مش هتفكر تتجوز أساسا. ولو اتجوزت وما لقيتهمش هتعيش تعيسة حتى لو معيشة في أفخم قصر. في رجالة لما زوجاتهم بيشتكوا يقولوا لك ما هي بتاكل وبتشرب وعايشة حلو ومش ناقصها حاجة. من وجهة نظره أعمل لها إيه تاني؟ انت لما بتأكلها وبتشربها ده حقها عليك، حقها كزوجة، مش فضل منك تذلها بيه كل شوية. مراتك مش جاية جعانة من بيت أهلها أو جاية تعيش بلقمتها. هي ممكن تسيب علشانك بلدها، شغلها، مستقبلها، وبتتغرب وهي راضية علشان تبقى جنبك، لأنها اختارتك من البداية الحبيب اللي هيتأهل لزوج طول حياتها. دورك بقى انك تبقى اهلها، مستقبلها، سندها، لانها لما سابت اهلها اتعشمت انك تكون كل دول، وامنت انك كل حاجة في حياتها. لو كل واحد عرف ازاي يحترم مراته وازاي يقدر يحتويها ويحسسها بكيانها، ما كناش وصلنا للي وصلنا له. العرايس اللي اتقتلت الفترة اللي فاتت، ونسب الطلاق العالية وزادت اضعاف. الست ما بتطلبش الطلاق الا بعد الاستحالة جواها انها تكمل. حقها في الراجل اللي اختارته دونا عن الناس ضايع، ومصيرها مجهول. الزوجة محتاجة حب، اهتمام، احتواء، سند، مشاركة. خد رأيها واتكلم معاها، ما تحاولش تقلل من شأنها، لأنها الجزء اللي بيكملك والأهم في حياتك. الإنسان ما بيحسش بالنعمة إلا لما بتضيع منه ويفقدها. اتقالت مقولة عن الزوجة المخلصة، قيل فيها: من يخسر حب امرأة مخلصة يخسر حياته بلا استثناء. ولما سألوا الشعراوي رحمه الله: نصحت ابنك بإيه لما اتجوز؟ قال له: يا ابني، البنت دي سابت الأب، الأم، الأخ والأخت، وجت علشان تكون ليك لوحدك، فكن لها كل هؤلاء، وكن لها لا عليها. خليك رحيم بالبنت اللي هتتجوزها.